حتى أنهم لما أخذوا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى المسجد، فجاءت السيدة الطاهرة فاطمة بعدما أسقطت، جاءت وبيدها الحسن والحسين. يقول سلمان المحمدي: نظرت إلى جدران المسجد انفصلت عن الأرض. شوف غضب السيدة الزهراء، بعدها ما دعت عليهم. انفصلت عن الأرض، بإمكان الرجل كان أن يمر من تحتها. لمن جاءت فاطمة؟ أيها الإنسان المسلم، لماذا لا تفكر لما جاءت السيدة الزهراء إلى مسجد رسول الله، لما أخذوا الإمام أمير المؤمنين وبيدها الحسن والحسين، ولما صارت تلك الغبرة في المدينة المنورة، لما سلمان الصادق لما يتحدث على أنه هنالك تغيرت الأمور، هنالك تغير في الجانب التكويني صار، وهذا الغبار اللي صار في المدينة لأنها غضبت. الله تبارك وتعالى جعل رضاه بيد الزهراء سلام الله عليها. الله تبارك وتعالى جعل رضاه بيد الزهراء سلام الله عليها. الله تبارك وتعالى جعل رضاه بيد الزهراء سلام الله عليها. فالحديث عنها سلام الله تعالى عليها ليس حديثا عن امرأة زاهدة عابدة شأنها شأن النساء أبدا، إنما الحديث عنها حديث عن وجود ملكوتي جبروتي إلهي ظهر في هذا العالم في صورة الإنسان. فيجعل النبي رضا فاطمة متبوعا لرضا الله، وغضب فاطمة متبوعا لغضب الله، وليس العكس. فلا يقول فاطمة ترضى لرضا الله وتغضب لغضبه، وإنما يقول فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. أمس كنا نتكلم حول مستويات إن الله لا يغضب لغضب فاطمة، وقلنا أعلى مستوياته أنها غضبت على الذين غصبوها وهضموا حقها، ولكن إلى مستويات الغضب الفاطمي له مستوى في الشدة وله مستوى في الضعف. من مراتب أيضا أن الإنسان إذا أهمل صلاته، أخلاق سيئة، أهمل التكاليف الشرعية، له درجة من الغضب الفاطمي تتناسب مع نوع العمل. شرك صار. وإذا ارتكب أعمال جيدة صالحة فله رتبة من الرضا الفاطمي تتناسب مع العمل. فإن الله لا يغضب لغضب فاطمة على كل المستويات. شرك صار. مو يعني فاطمة غضبت على أصحاب السقيفة وانتهى الوضع، لا، هي تتواصل وتتعاطى معنا في كل سلوكيات حياتنا. صار الشرك هذا. كنت أقول أمس أن أداء الإنسان للصلاة يمثل رضا، فترضى عنك الزهراء بهذه الرتبة. الإنسان إذا كان لسانه بذيء فحش تغضب عليك الزهراء بنفس هذه الدرجة. صار الشرك. مو تتصور فقط الزهراء غضبت على أبي بكر وعمر وانتهى، والنبي أراد هذا المفهوم مو غيره، ما يصير. النبي أطلق هذا الحديث وهو حديث مطلق، رضا وغضب مطلق، ينطبق على كل مظاهر هذه الحياة. هذا شرك؟ لا، ليس شركا. القضية مطلقة أن رضا الله تبارك وتعالى متعلق برضا فاطمة. وشوف الأدب، رسول الله يطرق الباب: من الطارق؟ بني أنا أبوك. أبى، الدار دارك، أنت ما عليك استئذان. قال: إن الأمين إن الله تعالى أمرني ألا أدخل دارك إلا بإذن.
ويدخل دار الزهراء، وأول شيء يعمله ينحني على يدها الكريمة يقبلها. زين، لأن حقيقة فاطمة شيء نور قبل خلق الخلق. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنا هذه فيها جرأة أقول رسول الله قالها، لولا أن أهل البيت قالوها. الزهراء أم أبيها، يقول مرحبا بأم أبيها، ويكفي هذا، أوقف عند هذا ويكفيك. لهذا كان النبي يضع رأسه على صدر الزهراء روحي لها الفداء، فيغرق في عالم ويقبل باب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أنا سمعت وما شاهدت بعيني، ولربما شاهدت لكني نسيت. أذكر ما سمعته من الثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقبل يد فاطمة، أما قبل تقبيله وجهها وصدرها فبالتواتر، وكان يشم رائحة الجنة من ابنته فاطمة، وكان مأمورا من الله. يعني لا يحمل هذا العبد عمل على أنه كل أب بحكم عاطفة الأبوة، لا، لأن الرسول قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني حتى أعماله وأقواله تابعة للوحي، ما ينطق عن الهوى ولا يتبع إلا ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا اشتاق النبي لريحة الجنة، إذا اشتاق النبي لريحة الجنة، وين يروح النبي؟ قبل فاطمة وبعنقها شمها.